تعمل إيه لو حد خبطك بعربيته وهرب؟ ناس كتير بتفتكر إن لما عربية تخبطهم والعربية تهرب في هذه الحالة حقهم خلاص ضاع، حقهم خلاص راح، ولكن هذا التفكير خطأ، لأن القانون في هذه الحالة واقف معاك، ولكن يجب عليك أنت أولا أن تتصرف صح. فتعمل إيه لو لا قدر الله وقعت في هذا الموقف؟ رقم واحد، خليك ثابت مكانك وحاول على قد ما تقدر إنك تطلع موبايلك أو تطلع ورقة وقلم وتكتب النمرة الخاصة بالعربية، أو لو ما قدرتش طلع موبايلك وصور العربية. رقم اتنين، بلغ الشرطة في نفس الوقت. رقم تلاتة، دور على كاميرات حوالينك سواء كانت في محلات سواء كانت في بيوت. مهم دور على كاميرا، لأن الكاميرا في هذه الحالة هتكون دليل قوي جدا لكي تستطيع أن تأخذ حقك. نخبك القانون المصري بيعتبر الهروب في هذه الحالة ظرف مشدد، العقوبة ممكن توصل للحبس الفعلي حتى ولو كان الضرر أو حتى ولو كان الحادث بسيط، ولكن القانون المصري هيضاعف العقوبة وهيوصلها للحبس الفعلي بسبب الهروب، لأن ده اسمها في القانون جريمة إصابة خطأ مع ترك المصاب والتسبب في عدم إسعافه. فلو وقعت في هذا الموقف إياك أن تترك حقك، وكن دائما مدرك أن القانون بجانبك. وأخيرا كان معكم مروان في معلومات قانونية.